في اتيكيت زينو دافيدوف لشرب السيجار ما ينفعش تشرب السيجار وانت ماشي، وفي اتيكيت صحيفة نيويورك تايمز عن السيجار ما ينفعش نعمل ريفيو عن الكوهيبة سلبا او ايجابا. لكن ايه رأيكم نعمل ريفيو عن التوسكاني ونشوف الفرق بين الاتنين؟ 3 انواع ممكن تحقق لنا المعادلة دي: الشورت كوهيبة المعروف وغني عن التعريف. لكن تعال اعرفك على التوسكاني المعروف، وفي منه نوعين، انا معايا الانتيكو ومعايا النوع التاني كمان، وهقول لك الفرق بين الاتنين. وفي كمان الفيلجر يا صديقي بانواعه. ايه الفرق بين التلاتة وامتى استخدم كل نوع، واحنا هنا مش بنزكي نوع عن التاني. ايه الفرق بين الشورت كوهيبة والسيجار بشكل عام؟ احنا عندنا السيجار بيكون لونج فيلر ملفوف يدويا، ولكن كوهيبة عملت شورت فيلر بطريقة صناعية، مش لف يدوي ولا لونج فيلر زي السيجار. استخدامه امتى؟ استخدامه وانت مسافر، هتقعد في وانزران، ممكن تشرب سيجار على السريع، هتشرب قهوتك على السريع، وقتك قصير في مكتبك، هتشرب الشورت كوهيبة. اما التوسكاني فهو اقرب للسيجار حبتين، لان السيجار لونج فيلر والتوسكاني كمان لونج فيلر. التوسكاني صناعة ايطالي تحفة جدا، وتقدر تقسم السيجار على نصين، او تقدر تاخد العلبة دي 5 سيجار. هنا كمان 5 سيجار، لكن بنستخدمهم ك10 سيجار، وهقول لك بتقص ازاي. اما ممكن تاخد العلبه الصغيره فهي 5 سيجار. هتخرج من مساله السجاير والكابتن بلاك ومش هتوصل للسيجار، فانت ممكن تستخدم الفيلجر، وفي منه 2 فليفر: الكافي والفانيليا. برضو العلبة 5 سيجار، واحنا مش بنعمل مقارنة بين التلاتة، لكن بنديك فرايتي واختيارات كتيرة لشرب السيجار. وعلى فكرة مش دي الأنواع الموجودة بس، مش بنزكي نوع عن نوع، ودايما بنلتزم بإتيكيت السيجار، لكن أنا بديلك اختيارات كتير في الشرب، وكل واحد وله التست اللي بيفضله. وكده قسمنا التوسكاني فاستفدنا من العلبة، بدل 5 سيجار هتبقى 10 سيجار. ويلا بينا نحمص ونولع ونستمتع بجلسة لطيفة لكن قصيرة. اشوفك على خير.